ونتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. القولون هو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة من الجهاز الهضمي، ويتألف من 4 أجزاء رئيسة: القولون الصاعد أو الأيمن، والقولون المستعرض، والقولون النازل أو الهابط أو الأيسر، ثم القولون الصيني. الجزء الأول من القولون الصاعد يسمى الأعور، وهو يتصل مع اللفائفي بالوصل اللفائفي الأعور، حيث يوجد صمام في هذه المنطقة. وللأعور دور مهم حيث يتم فيه تحول الكيموس إلى براز. أما المستقيم فينقبض عدة انقباضات بواسطة إثارات عصبية، والقولون الصيني يتصل بالمستقيم. وفي الآونة الأخيرة كثر الحديث عن سرطان القولون. سرطان القولون والمستقيم اللي كنقول لهم السرطان ديال الريكتوم اللي الكولون هما من الانواع ديال السرطانات اللي لاحظنا في المغرب انهم بداو كيكثروا بزاف، مع العلم انهم قبل هذه 10 سنين ولا 20 عام كانوا قلال بزاف عندنا في المغرب. هما انواع ديال السرطانات اللي كيكثروا مع خاصه على حسب الريجيم اليمونتير، على حسب التغذيه ديال الانسان. فهذيك التغذيه اللي كتكون فيها بزاف ديال الخضار والفواكه تقريبا كتحمي الناس من هذا النوع من السرطان ديال القولون وديال المستقيم. اما التغذيه اللي ولات حاليا اللي فيها بزاف ديال اللحوم وبزاف ديال الشحمه ديال الحيوانات، وهذه هي من المسائل اللي كتزيد تكثر في العدد ديال هذه الانواع ديال السرطانات. وحاليا هذه الانواع ديال السرطانات بداو كيكثروا، بحيث تقريبا ولاو كيجيو في المرتبه الثانيه عند الرجل وعند المراه ما بين جميع الانواع ديال السرطانات. هو ورم يصيب الأمعاء الغليظة، وهي الجزء من الأمعاء الذي يأتي بعد الأمعاء الدقيقة، وعادة ما يبدأ من تجمعات الخلايا تشبه في شكلها ثمرة الفطر، وتسمى البوليبات الغدية، وقد يحدث إما في القولون وإما في المستقيم. السرطان هذا بتشكيل كتلة صغيرة تتشبه حبات العنب، تسميوه بالفرنسية البوليب وادينوم. وهذه البوليبات ولا الادينوم تتطور وتتكتل باش تصاوب واحد الكتله سرطانيه على مستوى سرطان القولون. وظيفة القولونات هي امتصاص ما بقي من ماء ومواد غذائية من بقايا الطعام، ليتشكل بالأخير الكتلة البرازية الشبه الصلبة. كما يؤمن القولون أو المعي الغليظ وسطا مناسبا لنمو البكتيريا المعوية، والتي لها أهمية في صنع بعض الفيتامينات مثل فيتامين ك. وإذا ما أصيبت هذه الأمعاء القولونية بخلل فذاك يعني أن هناك مشكل ما يستوجب تداركه. المهنه ديالي انا سائق، كنت كنضرني كرشي ومشيت عند الطبيب الاول. مشيت عند 3 اطباء كلش كيقول لي كل واحد اش كيقول لي اسهال هذه كيعطيوني الدواء، كان الدواء ما عاد كيزيد عليا، ما دار لي والو. يحدث السرطان عندما تحصل تغييرات في المادة الوراثية للخلايا في القولون، مما يحولها من خلايا طبيعية إلى خلايا سرطانية تتكاثر بشكل غير مسيطر عليه ولا تموت. وعادة ما ينشأ سرطان القولون من أنسجة في حالة تسمى قبل سرطانية، أي أنها ليست سرطانا ولكنها تتحول إلى ورم. كنمشي للمرحاض الدم، كاين الدم بزاف وكيع وداك الشيء والدم. ملي جيت عند الدكتور دار لي الفحص وداك الشيء، قال لي عندك كوره في المصران ديالك. ودار لي الفحص الثاني قال لي دير الاشعه. مشيت قال لي دير لارين بعدا هو الاول درتو. مشيت درت الاشعه شهر، قال لي تريح شهر في الدار وتجي عندي. جيت عنده دار لي لوبيراسيون العمليه، الحمد لله ما بقات حتى شي حاجه. تلعب الوراثة جانبا مهما في الإصابة، إذ توجد طفرات في الجينات تنتقل من الآباء للأبناء، ولذلك فإن الطبيب قد يوصيك إذا كنت من عائلة سبق تشخيص أحد أفرادها بسرطان القولون بعمل فحوصات دورية بشكل يختلف عن الآخرين. شنو هما الأعراض؟ كاين ألم
في البطن، انتفاخ على مستوى البطن، كذلك المريض يشكو بإسهال حاد أو إمساك حديث أو لا إمساك إسهال بالتناوب. كذلك المريض يشكو بضعف في الجسم ناتج عن نقصان في الشهية، وهذا الضعف في الجسم، ضعف في الوزن، تيكون قلت في بعض الأسابيع. كذلك ظهور دم في البراز ولا في الغائط. هذا الدم هذا سواء اللون ديالو تيكون أحمر فاتح أو لا أسود. وهنا تنبهوا المرضى بأنهم ملي تيكون عندهم الدم في البراز ولا في الخروج ولا في الغائط يمشيو يستشيروا الطبيب بحالة مستعجلة. كذلك نبهوا المرضى بعض الأحيان المرضى ملي تيشوفوا هذا الدم في البراز تيقولوا بأنه هذا الدم ناتج على بواسر أو لا شقة أو لا شقة في السرج، ولكن في الحقيقة هو هناك سرطان، خص فحص بالطبيب باش يأكد هذاك الشيء. الأسباب المؤدية إلى مرض سرطان القولون عديدة، من أبرزها استعداد الشخص العائلي أو الجيني، ومن ثم أسباب تتعلق بالبيئة ومنها النظام الغذائي كالتدخين، الكحول، التهاب القولون المزمنة، السمنة الزائدة، قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة، ناهيك عن أسباب أخرى تبقى غامضة. الأسباب ديالو هو 3 عوامل. العامل الأول هو التقدم في السن، العامل الثاني هو العامل الوراثي. هنا بينات الإحصائيات بأن 25% من الناس اللي عندهم سرطان في القولون عندهم شي حد في العائلة عنده سرطان في القولون أو لا سرطان واحد آخر، بلاصة أخرى، عضو آخر، مثلا الغداد، مثلا المبيض أو لا الرحم. ثالثا العامل الثالث هو عامل غذائي. هنا العامل الغذائي تنقولوا بأنه الناس اللي تتناولوا الدهون بكثرة والألياف بقلة هنا معرضين للإصابة بمرض سرطان القولون. اكتشاف هذا المرض في طور مبكر مهم جدا، يسمح بالشفاء التام والنهائي. وما يميز هذا السرطان عن بقية أمراض السرطان أن الوقاية منه تكون قبل حدوثه أو عند بدايته، ولذلك يتم استئصال الورم منذ البداية. سرطان القولون إذا تكتشف بكري كيتعالج بالجراحة ويقدر ما يحتاج لا مواد كيماوية لا أشعة لا والو. اما ملي كتكتشفوا في واحد المرحله متفاقمه فكتلزم ديك الساعه تعمل واحد العلاج بالمواد الكيماويه. وبالنسبه للسرطان المستقيم كيلزم تعمل الاشعه والمواد الكيماويه والجراحه، فكيبقى الكل على حسب المرحله اللي كيتشخص فيها المرض. التدخل الجراحي ضروري بالنسبة لهذا الداء، قد يحتاج المريض إلى علاج إضافي بعد الجراحة وقد لا يحتاج إليه، ويعتمد ذلك على سرعة نمو السرطان وانتشاره في الأعضاء الأخرى. وإذا كان المريض بحاجة إلى علاج إضافي فقد يوصي اختصاصي الأورام بالعلاج بالأشعة أو بالعلاج الكيميائي. ما هو العلاج سرطان القولون؟ هناك 3 أنواع ديال العلاج: العلاج بالجراحة، العلاج بالأشعة، العلاج الكيماوي. المرحلة الرئيسية للعلاج هو الجراحة. بعد الجراحة على حسب تطور ديال السرطان في القولون نقدر نديرو الشيميوثيرابي ولا لا غاديوثيرابي ولا بجوجهم بعد الجراحة ولا قبل من الجراحة. قم بفحص دوري للقولون بدءا من سن 50. أما إذا كنت من الفئة التي ترتفع لديها مخاطر المرض فيجب أن تبدأ الفحص الدوري للقولون عند عمر 45 أو حتى قبل، وذلك حسب توصية الطبيب. الوسيلة للوقاية من هذا المرض هو اعتماد
نظام غذائي مميز. يعني خصنا ناكلوا اللحم، نقللوا من اللحم، نقللوا من الدهون، ونكثروا من الفواكه والخضار. وثانيا الممارسه الرياضيه باش نقصوا من الحده ديال سرطان القولون. للوقاية تناول تشكيلة متنوعة من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، وذلك لتزويد جسمك بالمعادن والفيتامينات والألياف والمواد المضادة للأكسدة التي قد تلعب دورا في الوقاية من السرطان. لا تشرب الخمر، أقلع عن التدخين، مارس الرياضة معظم أيام الأسبوع، وحافظ على وزن صحي. أما إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن أو البدانة فاستشر طبيبك.